عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل حلا سهل وسريع جدا، ولمحبين القهوة والنسكافيه بجد هيعجبكم قوي. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس. هنبدأ ان احنا نعمل الكريمة بتاعتي. هنزل بمعلقتين من النسكافيه، عليهم حوالي تلت كوباية من السكر، عليهم ربع كوباية لبن. هضربهم كويس قوي مع بعض، وبعد كده هبدأ ان انا انزل بالكريمة. انا استخدمت هنا كريمة سايلة، بس عادي جدا ممكن نستخدم كريم شانتيه بتاع دريم او كريم شانتيه عادي. هنستخدم منه كوباية وكوباية الا ربع من اللبن، ونضربهم كويس قوي مع بعض. لما الكريمة عندي تتكون هنزل بالجبنة الكريمي، وبجد بتدي طعم لذيذ. ممكن تستغنوا عنها، بس هي بتدي طعم لذيذ، زي بتعادل الطعم يعني. لما بقى هخلطهم كويس قوي مع بعض، وبعد كده هبدأ ان انا اعمل خليط التسقية بتاع البسكوت. هي معلقة نسكافيه كبيرة على معلقتين سكر على كوباية لبن. هضربهم كويس قوي، وهبدأ ان انا انزل بالبسكوت بتاعي في الخليط ده وارصه في الصينية. انا هنا استخدمت بسكوت بطعم النسكافيه، بس عادي ممكن نستخدم اي طعم انتوا عايزينه. انا هنا استخدمت اصلا نوعين بسكوت بطعم النسكافيه، نوعين مختلفين. ولما خلص كملت عادي بسكوت عادي، ولما خلص كملت عادي بسكوت عادي. يعني اللي انتوا تحبوه. هنبدأ بقى ان احنا نعمل طبقة بسكوت وطبقة كريمة، طبقة بسكوت على طبقة كريمة. انا عملت حوالي 4 طبقات من البسكوت، عليه بينهم 4 طبقات من الكريمة. اخر طبقة بقى قبل ما نحطها على الوش بتاع الكيك، هنسيح الاول. عندي الشوكولاتة البيضة، عندي حوالي 120 جرام، سيحتهم ب100 جرام من الكريمة السايلة. ولو مفيش كريمة سايلة ممكن نستخدم مكعبين زبدة على كوباية لبن على الشوكولاتة، ونسيحها يا اما على بخار مية او في الميكرويف. انا سيحتها عندي في الميكرويف، وبعد كده خلطتها بالكريمة المتبقية عندي، وبعد كده نزلتها على الوش ودخلتها التلاجة. هي عندي ما قعدتش ساعة لان انا كنت مستعجلة. ده كان شكلها، يعني شكلها لذيذ وطعمها بجد خرافي. يعني عايزة اقول لكم ان احنا خلصناها في نفس اليوم، وبجد كنا عايزين تاني. اولا مش مسكرة ان هي تجزع، وخفيفة، وطعم النسكافيه فيها رهيب. جربوها وقولوا لي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.